هل في اي حاجه حضرتك حابب تقولها يا كابتن ابو الدهب فيما يخص مباراه الزمالك وانبي؟ هل الزمالك الفتره اللي جايه، فتره التوقف ديت، هتبقى فرصه ليه جايه في وقتها علشان يعني يرجع مره تانية، ولا ممكن يبقى الزمالك تستمر المشاكل حتى بعد لا فتره ما اعتقدش، التوقف؟ يعني هي فرصه كويسه لكل الانديه اللي عندها ترتب اوراقها، اللعيبه المصابه ترجع، يبتدي الراجل يلاعب الصفقات الجديده، يبقى في انسجام، يحط التشكيل الامثل. في لعيبه مصابه ترجع، احمد فتوح يرجع، عندك الونش يرجع. لكن الفتره الجايه مش عايزين نختزل تاريخ الراجل او المدير الفني فيريرا في ماتشين. لكن اعتقد ان اي توقف بيجي لاي فرقه او مدير فني بيحاول يستغله، زي ما قال الكابتن احمد كوشه انه بيستغله في الفتره اللي جايه عشان الفرقه ترجع، خصوصا ان الزمالك بينافس على بطوله الدوري والكاس وبيلعب في افريقيا. كابتن رضا، التوقف جه في وقته بالنسبه للزمالك؟ ما جاش في وقته لسبب، لان الراجل مصمم على عدم تغيير طريقه اللعب دي. دي رقم واحد. رقم اتنين، مصمم على لعيبه بعينها. رقم ثلاثة، ما بيديش اي حلول تخف الضغط على زيزو. احنا قلنا الكلام ده معاك من اول الموسم، وتحديدا كمان بعد ما بن شرقي مشي. لازم حد يجي يبقى الجبهتين في توازن عشان يخف الضغط على بعض. هو ما عملش كده، حتى لما جاب مصطفى الشلبي زي ما انت شايف، يعني ما بياخدش فرصته ما كامله. بيدلوش. وحتى النهارده مين اللي عمل ضربه الجزاء؟ بامكانياته وخبرته ومهارته، ودخل وحط جسمه. فاكر لما كنت بقول لك في من رمضان صبحي بل كمان ان هو بيعرف يجيب جون. يعني النهارده كمان حط واحده بدماغه جنب القائم. يعني ده حظ وحش ان اول ما طبت خرجت بره، لازم الطب تخش جوه، واخد بالك؟ وقام جاي داخل وحط جسمه للراجل، الراجل قام جاي واخد رجله، واخد بالك؟ فهو امتى التوقف ده يجي في صالح الفرقه؟ تغيير طريقه اللعب. اتنين، في لعيبه لازم تقعد. تلاته، لازم تلعب محمد صبحي، لان طول ما انت بتدي العواد كده عواد مش هيتقدم، بالعكس هو مش مركز عشان موضوع منتخب فمتوتر، فهيبقى من اسوأ لاسوأ. فانت عشان ترجع عواد تاني لازم تخطفه ماتشين بس هو ما ثلاثه. يتحملش الهدف النهارده بتاع انبي. لا انا بكلمك على، طب ما هو عشان يتحمل. في ناس تفتكر ان كلام حضرتك لا انا بتكلم عشان اعمل بقى ايه سياسه المنافسه. انت دلوقتي، ما انا بقول لك دلوقتي عمر جابر يقعد، المسلوسي يقعد، واخد بالك؟ تغيير طريقه اللعب. في لعيبه لازم نشوفها زي سيف فاروق جعفر وزي اسامه نبيه وزي نيمار ده ما يقعدش لاي حد، واخد بالك؟ مصطفى شلبي ما يقعدش لاي حد. عمرو